طبعا انتوا بالنسبه لك لو انا بقول رايي في امتحان او نموذج استرشادي رقم كام يا فندم؟ رقم انا نسيت والله، ده رقم 6. انا بقول لك اهو النموذج الاسترشادي رقم 6 بالنسبه لك من النماذج اللي اتصعبت في اخر النموذج مش في اول نموذج. وعلى فكره ده في بعض الاحيان في طالب يحب كده وطالب يحب ايه، لا انا عن نفسي ما تلعبش في اول نموذج وفي اخر نموذج. ليه؟ لان في اول نموذج انت هتسيبني بالتوتر، هتصيبني بان انا خايف من الامتحان. في اخر نموذج انا خلاص انا بقالي ساعتين بحل، فطبعا يعني خلاص ممكن اكون همت من كتر التفكير، فممكن اغلط في اخر النموذج. فعشان كده قلت برضو انت ممكن الامتحان يجي لك سهل جدا لكن يصعبه لك بطريقته اللي هو يصعب لك الاسئله في اخر النموذج، او يجي لك الامتحان يا فندم صعب في اوله فطبعا انت تتوتر، فممكن يكون في الاخر سهل جدا فتتوتر في الاول فتضيع درجات فين في الاخر. عشان كده بالله عليك كونك تتمكن من الامتحان وتمسكه من رقبته كده وما تخليش الامتحان يفلت منك، دي مهاره، والمهاره لا تاتي الا بالتدريب. جو انا موهوب، مفيش حاجه اسمها انت موهوب، انت لسه لازم يكون انت لسه ما دخلش في اطار الموهبه في الكيمياء. الموهبه بتاخدها قلت بالذات لما تدرس اكتر من سنه، مش سنه واحده فيها صعوبات او فيها ماده كيمياء حقيقيه تقوم انت عامل ايه فكرت نفسك موهوب. لا، الموهبه يا فندم بالنسبه لك لا تاتي الا بالتدريب بالكتير والدراسه الكتير. فعشان كده مهاره انك تمسك الامتحان من رقبته دي مهاره، والمهاره لا تاتي الا بالتدريب على حل امتحانات كتير. طبعا بالنسبه لك لو انت ما اتدربتش كتير وما امتحنتش كتير مع مدرسك ماليش دعوه بالكلام دوت. اهم حاجه انت من نفسك، انت كطالب لازم تتدرب، لازم تقفل على نفسك. انا مثلا هنا في سنتر يا دكتور انا عملت ال3 امتحانات شوامل في شهر 5. اول جمعه من كل اسبوع كنا بنعمل يا فندم من اول الشهر، اول جمعه في اول الشهر وثاني جمعه وثالث جمعه عملنا 3 امتحانات شوامل كاملين 3 ساعات. ليه؟ لان ده تدريب للطالب عشان يبقى عنده مهاره في الكلام ده، مهاره في الحل، مهاره ازاي يفكر جوه الامتحان. ودايما تتدرب نفسك وما تستناش حاجه من حد.